بيتكرر كتير جدا، وهي ان اغلب الامهات الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه دايما بتسالني هو ابني اللي عنده اعاقه او ابني اللي من ذوي الهمم او من ذوي الاحتياجات الخاصه هيفضل طول عمره كده؟ يعني مستقبلا هيتجوز ويخلف ويقدر يشتغل ويعتمد على نفسه ويشيل بيت واسره، ولا هيفضل طول عمره معتمد على غيره؟ الاجابه ببساطه ان في بعض الاعاقات مش هيبقى عندها مشكله لما تكبر، ينفع تتجوز، ينفع تخلف، ينفع تعمل بيت، ينفع تعمل اسره، ينفع تشتغل، مفيش مشكله عندها خالص. واهم هذه الاعاقات اللي مش هيبقى عندها مشكله لما تكبر الاعاقه السمعيه، عادي بيشتغل وبيتجوز وبيخلف وبيعتمد على نفسه ما عندوش مشكله. الاعاقه البصريه مش هيبقى عنده مشكله، وعندنا امثله كتير من الاعاقتين دول بالذات وصلوا اللي هم دكاتره جامعه، وفي من الاعاقه السمعيه دكتور، وفي من الاعاقه السمعيه مهندس الى اخره. عندنا صعوبات التعلم مش هيبقى عنده مشكله لما يكبر، عندنا التاخر النمو اللغوي مش هيبقى عنده مشكله لما يكبر، وفرط الحركه وتشتت الانتباه برضه مش هيبقى عنده مشكله لما يكبر. يبقى الاعاقه السمعيه والاعاقه البصريه والتاخر اللغوي او التاخر في الكلام او اضطرابات النطق والكلام وتشتت الانتباه وفرط الحركه مش هيبقى عندهم مشاكل خالص لما يكبر. بس اهم حاجه تشتغل معهم صح، تعمل معهم تدخل مبكر صح، تشتغل معهم من سن صغير باساليب علميه وباسس علميه، مش شغل عشوائي. هيدوك الخمس اعاقات دول هيدوك احسن نتيجه ومش هيبقى عندهم مشكله. يعني على سبيل المثال الاعاقه البصريه فيهم ناس كتير اشتغلوا وفيهم ناس تولوا مناصب كبيره في الدوله زي الدكتور طه حسين، ونفس القصه الاعاقه السمعيه، وفي من ذوي الاعاقه السمعيه زي الدكتوره اسراء البابلي طبيبه اسنان، وفي غيرهم كتير مهندسين ودكاتره وموظفين حكومه وموظفين القطاع الخاص من ذوي الاعاقه السمعيه. تاني حاجه كل الاعاقات البسيطه مش هيبقى عندها مشكله، توحد بسيط، اعاقه عقليه بسيط، شلل دماغي بسيط. تاني حاجه كل الاعاقات البسيطه مش هيبقى عندها مشكله، توحد بسيط مش هيبقى عنده مشكله، اعاقه عقليه بسيطه مش هيبقى عندها مشكله، شلل دماغي بسيط مش هيبقى عنده مشكله. ليه مش هيبقى عنده مشكله؟ لانه طبيعي هيتجوز وهيخلف وهيشتغل. المشكله هنا بقى هتبقى في الاعاقات الشديده. اي طفل عنده اعاقه شديده لما يكبر هتبقى عنده مشكله كبيره. ليه؟ لانه عنده مشكله كبيره في الادراك، هو مش هيفهم يشتغل ازاي، مش هيفهم يتعلم صنعه ازاي، مش هيعرف يشتغل، مش هيعرف يتعلم صنعه، وبالتالي مش هينفع يتجوز ويخلف ويشيل بيت ويشيل مسؤوليه. من فضل الله الاعاقات الشديده دي اعدادها قليله، اغلب الاعاقات اللي عندنا هي اعاقات ما بين متوسطه وبسيطه، لكن الاعاقات الشديده اعدادها قليله بفضل الله. وبكده يبقى جاوبنا على سؤال الطفل ذوي الاحتياجات الخاصه لما يكبر هيقدر يشتغل ويعتمد على نفسه ويتجوز ويعمل اسره ولا لا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.